انت شايفنا؟ اه والله شايفنا. ماشي. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. هو برنامج بصراحة جميل، بيخليك تقول كل اللي حواليك وكل اللي جواك بصراحة. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. وماذا لو كان يروق لنا أن نضحك؟ كف عن الأحزان. أريد أن أضحك وأنت تريد أن تنام؟ على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: فاطمة الزهراء شعبان محمد. في البدايه كده اقول لكم حاجه بس ما تتخضوش. في البدايه انا اسمي محمد مرسي. ايه رايك نطير بمصر فين؟ تحب تطير بيها فين؟ انا بالنسبه لي ممكن مصر دي اطير بيها واحطها كده جوه جزيره في البحر او في المحيط. تقريبا في المحيط احسن يعني اكيد عشان ما حدش يوصل لنا يعني. اتمنى بصراحه اطير بمصر للقمر، نبعد عن الزحمه وكوكب الارض بقى صعب وكله تلوث وناس عايزه تحتل ناس. تطير ليه؟ ما احنا قاعدين مستريحين والحمد لله والحياه تمام. وبعدين لو طرنا يعني تطير ازاي؟ تطير ازاي؟ مصر تطير ازاي؟ يعني نفترض انها تطير نجيب لها بنزين يطيرها منين؟ انا عليا مش هروح بمصر، انا عاوز ابعد اللي حوالين مصر. السؤال هنا اللي المفروض يتسأل: لو تقدر تشيل شعب مصر وتحط شعب تاني هتحط شعب مين؟ احنا عايزين نسيبها زي ما هي هنا، احنا عايزين نطير بافكار الناس. أنا هطير بس هطير لورا، هطير لأيام النبي، أيام ما كانت لما كانت الأمة العربية والأمة الإسلامية هي القائد، يعني الغرب كانوا بيتعلموا منها. فانا لو كنت عايز اشيلها واحطها في نفس المكان. ليه بقى؟ عشان المكان بتاعها يعني موفر لنا حاجات كتير بس احنا مش مستثمرين. الغزاة والحرب اللي كانت زمان والمطامع والاحتلال وكل ده، اكيد البلاد دي كلها عارفه قد ايه موقعنا مهم، فعشان كده جت تحتل مصر. مصر مش مكانها الوحش، يعني احنا لو هنطير مش هنطير، احنا هنطير للناس اللي جوه هو اللي وحشين، يعني نغير من انفسنا شويه. احنا عندنا حاجات كتيره مش عند حد، زي الصحراء الغربيه كده. انت لو بصيت على خريطه مصر هتلاقي لون اصفر مالي الخريطه. وبعدين احنا مش موضوع الثقافه والكلام ده، احنا ثقافتنا انحدرت. الشعب هو نفسه اللي انحدر، الشعب انحدر، فاهم انت؟ يعني احنا بنتكلم بنجيب ثقافه من بره، طب ليه؟ ما احنا قبل كده كنا احسن، كنا متقدمين عن اوروبا ديت واخده الثقافه بتاعتها من اللي احنا. بصراحه يعني نفسي اروح مصر في اي حته عشان حاسس ان المكان يعني العيب في المكان، يعني المكان فيه حاجه فنغير المكان يمكن ربنا محسود. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. انا بصراحه بقى يعني مخنوق من الكليه، بصراحه مخنوق من القسم اللي انا فيه، يعني مواد كتير وامتحانات كتير والواحد زهق يعني. خلص عشان هنخش في الوقت بدل الطايع يا طايع. غني كاظم ده ازاي؟ في برنامج ذا فويس. تحس ان حاجه عايز اعبر عنها، هي المشكله يعني بتقابلنا في حياتنا، يمكن مشكله رئيسيه واساسيه وهي الاخلاق. انا نفسي شويه يكون في شويه قانون ان هو يعاقب موضوع التحرش اللي بيحصل في مصر. عندنا نسبه التحرش جامده جدا. لازم نبتدي بينا، هو ده الحل. كل واحد بيقول لازم نبتدي بينا، زي ما الاخ بيقول ما بيبتديش بيه، بيطلع بره ويعمل مشكله. ما بيبتديش خالص، بيطلع بره ويعمل مشكله جديده. اهم حاجه بالظبط كده، انما احنا بننوي بس ما بنفعلش. بره عارفين نشتغل منك يا طايع. محمد كريم موهبته بيضحك بس مش اكتر. هو قول اي حاجه انت وعيش مع نفسك. اما كحلم او كده فانا يعني نفسي اطلع، يعني عايز اعمل حاجه للبلد، بس حاسس ان انا مش هعرف اعملها هنا. يعني اللي عمل حاجه زي احمد زويل او اي حد لازم يكون سافر بره، عارف الحاجات الجديده عشان يجي يخدم البلد هنا. عندي موهبه
يعني صوتي كويس في القران، فلو ممكن ابين لكم دوت. اللي بنفتقده هنا الاخلاق، مش حتى الاسلام ولا المسيحيه ولا اليهوديه ولا حتى الالحاد. اوروبا وامريكا خصوصا بعض الدول في اوروبا متقدمين وهم ملحدين ومش مؤمنين بالله، بس عشان عندهم اخلاق، عشان لما واحد بيقع في الطريق بيقوموا يوقفوه، عشان بيحترموا اشاره مرور، عشان ما بيعكسوش بينا. يعني هو لابويا والله العظيم لابويا شاف ابوك خش على النت هنشتغل هيضخني على فكره. انا صعيدي والله العظيم، يعني انت مفكرني بهزر بالكلام ده؟ والله لو ابويا شاف الفيديو ده ممكن يعمل لي مشكله من البيت، هيطردني من البيت واجي لكم انتوا بقى. تعالى عندي مالكش دعوه والله العظيم هنطرد احنا الاثنين. عندكم مكان حلو هنطرد احنا الاثنين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله العظيم. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. ايه رايكم يا جدعان؟ شايفينه؟ ما عادش اتكلم منه خالص، كل حاجه مصر نفسي تبقى زي السعوديه، يعني اللي هو ليه نفسي مصر تبقى زي السعوديه في احترامها للناس، يعني الناس هناك تحترم بعضيها. انا الحمد لله بمثل بمثل من 10 سنين تقريبا، ومحضر مشهد صغير كده من مسرحيه عملناها يا جماعه. على انا كده هيمسكوني تحرك البتاع ده بيطلع فين؟ ليست في راسك ذره من الصواب، انا الملك اطلب ما اشاء وقت ما اشاء.